والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله سوري من قناة فريلانس سكول. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي تربط الفيزا بتاعتك بالباي بال. فيلا بينا. النهاردة أنا رحت البريد المصري وعملت بطاقة إيزي باي بتاعت البريد المصري. بتدفع 30 جنيه، بتدفع 30 جنيه رسوم، وبعدين بيسلمك الفيزا. أنا معايا أكونت على الباي بال، هفتح الأكونت معاكم دلوقتي. أنا رحت أعمل فيزا إيزي باي عشان الفيزا بتاعت البنك الأهلي. إدارة المخاطر قالوا إن الباي بال من المواقع اللي فيها ريسك يعني، فلغوا التعامل معاه. فأنا هروح عند المحفظة، وهنا ربط بطاقة. هكتب هنا رقم البطاقة اللي من قدام، واكتب تاريخ انتهاء الصلاحية، واكتب رمز الحماية اللي من ورا، بس. وانا عايز استخدمها لاجراء التحويلات الاوتوماتيكية، واعمل ربط بطاقة. وكده قال لي تم ربط بطاقتك بنجاح. كده تم. كده البطاقة موجودة هنا معايا وتم الربط. ده باختصار خالص ازاي نربط الفيزا بتاعتي. المفروض هيتبعتلي رسالة ان تم خصم تقريبا $1.50، تمام، وادوس تأكيد وبترجع لي فلوس تاني في الرصيد. المفروض بتجيلي رسالة ان الباي بال هيخصم $1.50 او €1.50، وبعدين بعد ما يخصمهم بتأكد بس ان الفيزا دي شغالة ولا لأ. هيخصمهم وبعدين يرجعهم تاني في الحساب بتاعك، وبكده الفيزا اتفعلت في الحساب بتاعك. بس شكرا.